حاجات ما تعرفهاش عن فيلم حسن ومرقص. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل اتفضل يا مرقص، اتفضل. عادل امام والمؤلف يوسف معاطي كانوا المفروض شغالين على فيلم تاني، بس المؤلف يوسف معاطي قال له فكره فيلم حسن ومرقص وعجبت الفنان عادل امام جدا، وقرر ان هم يشتغلوا على فيلم حسن ومرقص بدل الفيلم اللي كانوا شغالين عليه في الاول. والسيناريو اترفض من الكنيسه والازهر والرقابه قبل حتى ما يبداوا يصوروا الفيلم. محمد رمضان حكى ان الفنان عمر الشريف كان مرشحه قبل كده لدور، ولكن عادل امام رفض. يعني استاذ عمر الشريف انا عمره مثلا ما رشحني في فيلم مثلا حسن ومرقص واترفضت من قبل الاخراج وبقيه الكاست. كان استاذ عمر رشحني في فيلم اسمه حسن ومرقص في دور يعني في دور ما، وتم الاجابه بالرفض من استاذ عادل برضه، ده اللي وصلني من ايناس بكر الله يرحمها، فرشحني في دور اخر اصغر، ويعني حكى لي الدور، قال لي ده ولد اسمه موسى عمل الدور بعد كده ادوارد، اترفضت برضه فيه. حصل جدل وقت عرض الفيلم ان الفنان عادل امام كان اسمه مكتوب قبل الفنان عمر الشريف في التترات، بس ده كان بسبب ان الفنان عمر الشريف صمم ان عادل امام اسمه يتكتب الاول، وقال ان لو ده ما حصلش هينسحب من الفيلم. الفيلم حقق ايرادات 25 مليون جنيه، يعني اكتر من 4 مليون دولار وقتها، واتقال ان اجر عادل امام في الفيلم كان 10 مليون جنيه، واجر عمر الشريف كان مليون يورو، يعني وقتها حوالي 8 مليون جنيه.